نقدر نلف كل شواطئ مرسى مطروح في يوم واحد؟ المفترض ان السقف بتاعها مفتوح زي العربيه كده اللي بيكون لها فتحه سقف. مرسى مطروح المدينة اللي بيقول عنها ناس كتير إنها بتخبي أجمل شواطئ في البحر المتوسط. حرفيا مش عايز امشي. لكن هل كل الشواطئ تستحق الضجة فعلا؟ الميه زي ما انتم شايفين جامده جدا جدا جدا. احنا بنتكلم عن شاطئ بيعتبر خارج المدينه، مش قريب، بتحتاج انك تاخد مواصله علشان توصل له، بس الموضوع فعلا يستاهل. في الحلقة ديت هنستكشف أشهر وأغرب شواطئ مطروح، من مياه فيروزية هتخليك تشك إنك لسه أصلا في مصر، لأساطير وحكايات عمرها سنين. تحس كده من لون الميه ان البحر بيقول لك تعالى انزل دلوقتي حالا. المكان زي ما انتم شايفين يعني خطوه قدامك الميه بالظبط. وفي النهاية هنجاوب على السؤال الأهم، إيه هو أجمل شاطئ في مرسى مطروح؟ مرسى مطروح من الاماكن اللي مشهوره جدا بانتاج الزيتون، وطبعا زيت الزيتون ده بيعتبر اشهر طريق في مطروح وعلى مستوى العالم. انك تغرز هنا دي اسهل حاجه ممكن تحصل. وغالبا عندهم الشطه كده، انا اول مره اشوف اللون الغريب ده. يمكن انا شخصيا بفضل الحواوشي بتاعنا بتاع القاهره عادي، فبيحطوه كده. والمميز عندهم ان هم عندهم عربيات هاي اس، التكلفه بتاعت الفرد فيها بتكون ب 560 جنيه. صباح الخير، يوم جديد في مطروح. النهارده طبعا عندنا اغلب الحاجات يعني اللي مفترض ان احنا نعملها، فزياره الشواطئ، تجربه باقي المطاعم. فخليكم معانا لان غالبا اليوم هيبقى مميز جدا. تجربه الفطار معانا هتكون مختلفه شويه. النهارده احنا موجودين على كافيه الموقع بتاعه استراتيجي على البحر مباشر، لسه هندخله. جبنا فطار زي ما انتم شايفين كده من مطعم من المطاعم الفطار الشعبي العاديه. هم المفترض عندهم فطار في الداخل، لكن احنا جايين لهم بدري قوي ومش غلطتهم، فالشيف لسه ما جاش. فجبنا فطار من بره، هنفطر ونقعد نشرب مشروبات من عندهم ونستمتع بالفيو الرائع دوت. الفطار الاجمد فيه من المطعم ان احنا جبناه بنفسنا وسخن ولسه طالع دلوقتي حالا. بنتكلم عن فيو خرافي جدا. احنا موجودين في كافيه اسمه فريسكا 2، غالبا الفرع الثاني بتاعهم اللي موجود هنا على البحر. المكان زي ما انتم شايفين يعني خطوه قدامك المايه بالظبط. القعده بتبقى خياليه جدا، خاصه لو جيت الصبح بدري. درجه الحراره بتكون مش عاليه والجو بيكون جميل جدا، فما بيبقاش عندك اي مشكله مع القعاد في الاوبن اير او المنطقه المفتوحه اللي احنا فيها ديت. جبنا الفطار من عند عمر المختاري، واحد من اشهر المطاعم اللي موجوده هنا يعني. جبنا من عنده فول، المفترض ان هو بيبقى مطحون يعني، الطعم بتاعه جميل جدا. جبنا طعميه الاجمد والاحلى فيها ان هي لسه سخنه. جبنا بيبقى عندهم حاجه كده محشيه، بس المحشيه عندهم مش زي عندنا في مصر، مش بتكون محشيه طماطم وكده، بتكون محشيه شطه، بس الاهم انها سخنه ومرمله. زي ما قلنا لكم قبل كده، الحاجات الغريبه عندهم اللي بيحطوا على البتنجان بطاطس، هي مش مسقعه بس هم غالبا يعني بيحطوا عليها البطاطس اللي قدامكم. كمان عندهم في المطعم مجموعه كده متنوعه من الاطباق تبقى جاهزه. اللي خدنا منهم الطبق ده تكلفه الطبق غالبا بتتكلم ب 10 جنيه يعني. وانت هناك عند المطعم هتلاقي جنبه، او اغلب المطاعم هنا بيكون جنبها مخبز العيش اللي هو بيبقى الابيض ده بتاع المصايف المشهور. هو ده مش العيش بتاعهم، العيش بتاعهم بيبقى لونه اغمق شويه، عيش صامول افتكرته. اما دوت ده بيبقى مناسب وحلو جدا للفطار، وبيبقى مناسب الصبح مع الجوع بتاع البحر، بيبقى جامد يعني. كميه الطعميه اللي قدامنا دي ب 20 فستيل يعني رقم كويس جدا. اما علبه الفول قدامكم اللي بتعتبر برده مليانه مش فاضيه ديت، السعر بتاعها 10 جنيه. خلونا نخلص الفطار بتاعنا ونشرب حاجه ونبدا نتكل على الله عشان نصور اغلب الشواطئ اللي موجوده في مرسى مطروح النهارده. بعد ما خلصنا الفطار ده هنشرب كده القهوه ديت علشان نفوق بيها، لان قدامنا يوم طويل جدا. خلص القهوه ونبدا نتحرك ان شاء الله على اول شاطئ هيكون معانا. غالبا احتمال يبقى كليوباترا لان هو الاقرب لينا يعني، وبعد كده هنبدا نكمل على باقي الشواطئ باذن الله. شويه قهوه مظبوطين جدا. الاجمد في الكافيه هنا انه زي ما انتم عارفين دايما احنا بنفضل الاماكن اللي بتكون هاديه. كان هادي جدا جدا، مش عارف عشان احنا جايين الصبح يعني، غالبا عشان جايين بدري. بيعتبر انت قاعد انت والبحر بس يعني، والميوزك اللي هم مشغلينها ديت. المكان جميل والستايل بتاعه حلو كمان، مش مجرد كافيه عادي وخلاص. لو جيتوا مطروح تقدروا تيجوا هنا تقعدوا وتجربوا المكان لانه بيعتبر رائع جدا. كمان الاسعار عندهم بتعتبر بالنسبه لاسعار الكافيهات كويسه. القهوه التركي دي بنتكلم تقريبا في 50 جنيه. عندهم مشروبات تانية زي الكان والكلام ده كله السعر بتاعها 60، فستيل كويس بالنسبه لمكان زي كده وقعده زي ديت. مش بنتكلم طبعا عن قهوه بلدي، بنتكلم عن كافيه يعني.
قبل ما تروح الشواطئ البعيده حاول تجيب معاك ميه، مشروبات، اي حاجه انت محتاجها، لان في بعضها ما بيكونش هناك في حاجات بتتباع، ولو لقيت يبقى الاسعار بتاعتها مبالغ فيها، فخد حاجتك معاك الاول قبل ما تركب العربيه اللي هتوديك، او حتى لو هتروح بعربيتك. وصلنا شاطئ من أيام قدماء المصريين. هل دي مجرد صخرة عادية في وسط البحر ولا فعلا الملكة كليوباترا كانت بتستحمى هنا؟ وازاي المية بالجمال والروعة ديت من غير أي تعديل أو فلتر؟ الفترة الأخيرة هتلاحظوا إن بقى فيها أجانب كتير بيجوا مطروح، ما بقاش عندنا شرم الشيخ والغردقة بس، بقى معاهم كمان مطروح. الفكرة إن في تطبيق في حد صور عليه مطروح زمان ففايرالت بعد كده، ووصلت لمرحلة إن جزء كبير جدا من الصينيين بقى بيجوا هنا، فحاجة أنا شايفها كويسة جدا. خلونا نخش كده جوه الشاطئ ونفرجكم على حمام كليوباترا من الداخل عامل إزاي. الدخول بتذكرة تقريبا 15 جنيه، بتركن العربية بره. بنتكلم برضو في تذكرة بتاعت باركنج العربية 20 جنيه. خلونا نبدأ ندخل جوه ونشوف فيه إيه. تقريبا دي اول مره نيجي فيها في شهر 7. قبل كده كنا بنيجي بدري شويه في شهر 6، فبدات اشوف ورا مجموعه من الاكشاك او البياعين اللي بيبيعوا حاجات كتير زي مشروبات او هدايا سوفينيرز، حاجات زي كده تقدر تاخدها معاك وانت يعني راجع من مطروح. خلونا نبدا ندخل على حمام كليوباترا، الصخره الضخمه اللي موجوده هناك ديت، ونبدا نفرجكم ايه اللي موجود جوه. هي مش اول مره طبعا نصورها، صورناها ليكم قبل كده، بس طبعا يعني دي اماكن لازم نزورها لما نيجي مطروح، سواء مره او اثنين او ثلاثه. في السنين اللي فاتت لما كنا بنيجي وبنصور هنا ما كناش بنلاقي الكوبري اكتمل كده، لان هو طبعا كل سنه المفروض ان الازاز ده بيتخلع بسبب عوامل البحر والميه والنواه اللي بتبقى في الشتاء. الوضع ما بيبقاش كده في الشتاء، فعشان احنا جايين المره دي متاخر الكوبري اكتمل، مش محتاجين ان احنا نعمل المغامرات اللي بنعملها علشان نوصل للداخل. هنا المكان عشان توصل للصخره الضخمه اللي جوه اللي هي صخره كليوباترا. المفترض ان انت بتعدي على الممر الزجاجي اللي عملوه اخر 5 6 7 سنين، ده مش متذكر امتى بالظبط. بتقدر تمشي بتشوف الميه تحت رجلك لحد ما بتوصل جوه للصخره اللي موجوده في الداخل، اللي هنبدا ندخل ونفرجكم على الدنيا من جوه بتكون عامله ازاي. تقريبا زي ما انتم شايفين بنتكلم عن صخره ضخمه، المفترض ان السقف بتاعها مفتوح زي العربيات كده اللي بيكون لها فتحه سقف. ليه بقى؟ طبعا بتدخل اضاءه طبيعيه، وكمان بتدخل اشعه الشمس، بحيث ان اللي قاعد هنا في الجاكوزي يبقى مستمتع بالجو الجميل ده. احنا بنتكلم عن صخره ضخمه، الميه بتدخل من مكان باندفاع، مهما كان في موج عالي بره الميه بتخش طبعا بتيار معين. بنبدا بعدها يحصل حاجه كده زي الجاكوزي، بتخش من الفتحه ديت وبعدها بتدخل من الفتحه اللي هناك، واللي بيبقى قاعد هنا كانه في جاكوزي لكن طبيعي. المايه زي ما انتم شايفين بعد ما بتخش باندفاع من الناحيه اللي هناك ديت. كان في فيلم زمان لفاتن حمامه كان معاها المفترض ولد صغير كده، مفترض انه كان طالع بدور خدام يعني في او اللي بيساعده عشان ما حدش يزعل. كان واقف في الحته دي، المفترض ان الموجه لما دخلت خدته، ما اعرفش غرق بعد كده ولا ايه اللي حصل. الميه بمجرد ما بتدخل من هناك اللي بيبقى قاعد هنا بيبقى فيه دوامات او الميه بتدور في الداخل كانه جاكوزي طبيعي. الاهم احنا مش بنتكلم عن اشعه الشمس بتعتبر حارقه يعني، علشان هي داخله بمعدل معين ما بيعتبرش عالي، فالجو بيبقى جميل جدا جدا جدا. يعني ما فيش جاكوزي اعتقد الانسان اخترعه في العصر الحديث بنفس قوه المكان اللي احنا فيه دوت. طبعا اكيد كان في تجهيزات تانية زي اماكن للقعاد او حاجات يعني معموله بمواد معينه احنا ما نعرفش ايه هي، بحيث الميه تخش من ورانا كده. المكان اللي تحتيه دوت يكون فيه اماكن زي شازلونجات او كلام زي دوت بيتقعد او بيتمدد عليها، وبعد كده بتبدا الميه تخرج من الجهه اللي هناك ديت بعد ما تكون يعني عدت على الجسم وادت وظيفه التدليك، لكن بالميه اللي تعتبر ممتعه جدا. انا مش عارف ايه لون الميه الكريستاليه اللي جامد ده. ان كان عليا انا فعلا مش عايز امشي لسه، للاسف عندنا اماكن كتير محتاجين نصورها. مكان جامد جدا جدا جدا، وطبعا بيبقى مهم جدا ان يكون رقم واحد في الاماكن اللي احنا بنصورها ليكم. مجرد ما تيجي هنا اوعى تنسى اهم حاجه، وهي انك تاخد مجموعه ضخمه جدا من الصور والفيديوهات اللي بتبقى جامده جدا في الريلز. فما تفوتش المكان ده لان بيعتبر الاهم والاجمل على مستوى الاماكن اللي موجوده
في مرسى مطروح بشكل عام، وده علشان التدرج ما بين الالوان، ما بين اللون الصخور والميه الكريستاليه اللي جامده جدا. في عندك توقيتين ممكن تيجي فيهم هنا، يا الصبح بدري زي دلوقتي او الوقت بتاع الغروب، لان دول الوقتين اللي بيبقى فيهم الجولدن اور زي ما دايما بنقول لكم، اللي بيكون فيها التصوير خرافي جدا، وساعتها اشعه الشمس الذهبيه بتطلع الصوره او الفيديو في منتهى الروعه والجمال. وصلنا لمكان الجمال والغموض في نفس الوقت. من أول ما تسمع الاسم أكيد هتسأل ليه اتسمى عقر الخادم، وهل فعلا وراه قصة مأساوية ولا مجرد حكاية تنقلتها الناس عبر السنين؟ المكان التاني اللي معانا وهو عقر الخادم، يمكن مش بنفس قوه شاطئ عجيبه ولا شاطئ كليوباترا، وده يمكن حاجه مميزه جدا ان انت تيجي وهو لسه فاضي، لان للاسف التصوير تحت صعب، اللي بيبقى بيتصور بيبقى شخص واحد بس، ان انت عشان تقف تتصور المكان لازم يبقى رايق، فيا رب يفضل رايق كده على طول. الدخول بيكون بتذكره تكلفتها تقريبا 25 جنيه، وهنا برضو هتلاقي جزء كبير جدا من الاجانب بقى موجود، واللي منهم طبعا الصينيين اللي بقى الموضوع مشهور عندهم قوي، بقى بيجوا بس علشان يتصوروا ومش لازم ان هم ينزلوا الميه. خلونا نروح هناك ونكتشف الجمال الحقيقي الخاص بشاطئ عقر الخادم او الصخره المشهوره اللي ورانا دي. لو حابب تتصور وتمشي على طول تمام، لو حابب ان انت تقعد ففي جنبنا مجموعه من الشماسي والقعدات ومنها خيم عربيه، يعني بتقدر ان انت تقعد فيها لو حابب انك تقعد تستمتع بمنظر البحر الرائع والجميل ده، والاهم طبعا كمان صوت البحر اللي انتم مسميينه دوت في الخلفيه. مطروح حرفيا كل نقطه فيها او كل شبر فيها بيعتبر كنز حقيقي، بنتكلم عن مستوى جمال فوق كل التوقعات. لو لفيت اي مكان في العالم مش هتلاقي جمال بالشكل الجميل ده. يمكن الحاجه الوحيده اللي بتنافس هنا هي المالديف، ان الجو هنا عندنا في مصر بشكل عام احلى بكتير، وبالذات جو السواحل الشماليه اللي بتطل على البحر المتوسط، ومنها طبعا مطروح. مش الساحل الشمالي بس، لا يمكن مطروح اجمل كمان بكتير من الساحل. اي كادر في الدنيا بيكون فيه اطار بيطلع جميل جدا، ويمكن ده سر جمال المكان ده. في كونتراست كده جميل جدا ما بين الصخور الغامقه اللي ورايا ديت ولون الزرقان الشديد جدا بتاع البحر اللي انتم سامعين صوته ورا ده. احنا حاليا في عقر الخادم، واحد من اشهر الاماكن اللي ظهرت الفتره الاخيره. المكان موجود بعد شاطئ كليوباترا بحاجه بسيطه، ومن الاماكن اللي ما تفوتهاش لما تيجي هنا في مرسى مطروح. المكان فيه الفتحه اللي في الصخور، المكان فيه الفتحه اللي في الصخور الجميله ديت، اللي بتحس كانك واقف قدام باب بعد كده بيوديك على البحر على طول، او باب البحر. متهيألي كان ممكن ما يبقاش اسمه عقر الخادم، كان ممكن يكون اسمه باب البحر. في المكان عندك الصخره اللي قلنا لكم عليها اللي هو الشباك بتاع عقر الخادم ذات نفسه. اما الناحيه ديت ففي بحيره صغيره كده برده الناس بتيجي علشان تتصور معاها، بيبقوا قاعدين في نفس المكان اللي انا قاعد فيه ده، وبياخدوا صور من الاتجاه ده لو حابين ان هي تظهر معاهم، وبياخدوا صور ثانيه من الاتجاه دوت نفس اللي انتم شايفينه دلوقتي لو عايزين يتصوروا مع عقر الخادم ذات نفسه. فكره الظل وانت واقف في مكان زي دوت ووراك الميه، الموضوع فعلا خرافي جدا، وواحد طبعا بيعتبر من اشهر الاماكن على مستوى العالم دلوقتي، واللي زي ما قلنا لكم في كتير جدا من الاجانب بقوا يجوا هنا مش علشان ينزلوا الميه بتاعت مطروح، علشان بس يتصوروا مع المكان اللي احنا موجودين فيه دوت. في رواية شعبية متداولة بين أهالي مرسى مطروح بيقولوا إن الاسم مرتبط بقصة خادمة أنهت حياتها في المكان ده، ومن وقتها بقى الشاطئ معروف باسم عقر الخادم. لكن لحد النهاردة مفيش مصدر تاريخي موثق بيأكد إن الرواية ديت صحيحة، وبتفضل مجرد قصة شعبية متوارثة. بعيدا عن الحكاية، أول ما هتشوف الشاطئ هتنسى الاسم تماما. مياه فيروزية صافية وصخور طبيعية بتدي المكان منظر مختلف، وهدوء يخلي كتير من الناس يعتبروا عقر الخادم واحد من أجمل وأهدى شواطئ مرسى مطروح. حرفيا مش عايز امشي، لكن محتاجين نروح للمكان اللي بعد دلوقتي، وهو غالبا يعني يا اما شاطئ اللاجونة، واحد من الشواطئ الساحرة اللي موجودة هنا، او احتمال نروح عجيبة عشان هو الابعد ونخلي الاقرب بعدين. كمان عندهم في المنطقه اللي فوق كافيه بيعتبر رائع جدا، اعتقد ان هو بالليل لو في اضاءات المكان اكيد بيبقى جميل. لو عندنا وقت ممكن نيجي نبقى نجرب لكم بالليل الدنيا بتكون عامله ازاي. لو انت حابب تقعد ترتاح شويه تشرب حاجه، فعندهم كافيه تقدر ان انت تقعد فيه.
هنا بعد شاطئ عور الخاتم بتلاقوا بورتو مطروح، واحد من الاماكن الاقامه يعني اللي بتعتبر خارج المدينه، لكن بتحتاج طبعا ان انت يكون معاك عربيه او متفق مع مواصله توديك وتجيبك. بيعتبر مكان شيك جدا ورائع، في حمامات سباحه وقدامه البحر رايق. كده كده اصلا هنا اللي بيجي مطروح مش بيستقر على شاطئ واحد، كل يوم بيحاول يكون في شاطئ شكل. احنا بنحاول نجمعه لكم في يوم واحد، لان انا اجازتي ما بتبقاش 7 او 8 ايام ورا بعض، احنا بنبقى موجودين يوم او يومين بس. لكن طبعا انت لو جاي مصيف طبيعي قاعد ال8 ايام هنا بالكامل، يفضل ان انت كل يوم تقضيه في شاطئ شكل، ما تقعدش في شاطئ واحد، لان الموضوع طبعا بيكون له تجربه مختلفه. كل شاطئ هنا ليه الطعم والجو بتاعه. مرسى مطروح من الاماكن اللي مشهوره جدا بانتاج الزيتون وطبعا زيت الزيتون، علشان كده ظهر الفتره الاخيره مجموعه من الاماكن اللي بتبيع زيت الزيتون والمنتجات المختلفه اللي مشهوره بيها مرسى مطروح، ومنها طبعا ويمكن اشهرهم فيرجينيا اللي احنا موجودين عندها النهارده. هنخش كده نشوف ايه المنتجات اللي عندهم، اسعارها ايه اللي بيقدموه جوه، وهنشوف لو ممكن نشتري حاجه من جوه. زمان المكان دوت كان المفترض لو انت محتاج اي حمام صعب ان انت تلاقيه، هم هنا غالبا جنب المعصره عملوا الفتره الاخيره حمامات، ومنها الرجالي ومنها الحريمي، لو محتاج انك تستخدمه وانت في وسط شاطئ من الشواطئ اللي هي بتعتبر بعيده عن المدينه، فهنا مش هتلاقي مطعم او الفندق اللي انت نازل فيه ترجع له، فكويس ان هم عاملين حاجه زي دي. تقريبا كده هم خدوا الموضوع في حته تانية، مش مجرد شويه زيت زيتون يعني ونعناع وكده الحاجات اللي بتاعت زمان دي او الزيتون، فاحنا بنتكلم كمان في مستحضرات تجميل، اغلب الزيوت زي زيت جوز الهند وغيرها من الحبوب الكتير جدا، اللوز والكلام ده كله اللي بيتم طحنها في الماكينات قدام الناس. والاجمل في التجربه ان انت بتشوف كل حاجه قدامك، يعني السمسم وهو بيتطحن بينزل طحينه، زيت الزيتون وهو بيتعبى قدامك، والمفترض كمان هم عندهم العصر بيبقى موجود جوه، بس ما اعرفش هل شغال النهارده ولا لا. فالتجربه رائعه، اغلب الحاجات اللي هتحتاجها جوه هتلاقيها. تالت مكان موجود معانا النهارده وهو شاطئ عجيبه، الشاطئ اللي ما ينفعش يجي مرسى مطروح من غير ما نزوره او يكون على راس الاماكن اللي احنا هنبدا نزورها النهارده. المكان اللي بيعتبر قطعه فنيه كده من صنع الخالق، مجموعه من التدرجات الصخريه الجميله جدا مع لون الميه الفيروزيه اللي موجود هنا، بتخليك تستمتع بكل لحظه او بكل مكان انت بتبص عليه. اول ما بتوصل هنا عندك مجموعه من البياعين فوق اللي بيبيعوا شويه هدايا كده تقدر تاخد منها، والجديد السنه دي انا شايف معاهم ناس بتبيع فاكهه، ودي حاجه كويسه جدا في الصيف اللي احنا فيه ده، او يمكن قبل كده احنا كنا بنيجي متاخر. كمان في كافيه هنا لو حابب انك تقعد فوق اسمه بانوراما عجيبه، وهو اسم على مسمى لان انت من فوق بتشوف عجيبه كلها بالكامل. المكان فيه شاطئ ممكن تنزل فيه الميه، مجموعه من الشماسي تقدر تاخد شمسيه ومجموعه كراسي وتنزل الميه لو انت حبيت. كمان في اماكن كتير جدا للتصوير هنا، كل خطوه انت بتنزلها فيها مكان تقدر تقف فيه وتتصور مجموعه جامده جدا من الصور والفيديوهات لو انت من النوع اللي بتنزل ريلز يعني. فالمكان بيعتبر جامد، حاولوا ما تفوتوش لما تيجوا هنا في مرسى مطروح. ده بيعتبر يمكن اكتر مكان مميز في المكان هنا، يعني بنتكلم عن جزيره من 3 اضلاع او شبه جزيره، في مجموعه شماسي زي ما احنا شايفين ممكن تقعد عليها. وشايف كمان ان الدنيا تعتبر رايقه جدا لو حد حابب ان هو يقعد بعيد عن الزحمه اللي بتكون في الجزء اللي هناك اللي لسه هنروح ونصوره ليكم. فهي متهيألي شمسيه اللي في الزاويه دي مميزه، ودي كمان بحيث ان بيبقى قاعد شايف الفيو الجامد اللي قدامكم ده كله. بنتكلم عن مستوى زرقان رهيب جدا جدا جدا، معرفش الصوره هتجيبوا ليكم مستوى الجمال دوت ولا الصوره هتظلم المكان او الفيديو يعني. المكان جامد جدا. هنا في المكان عندك مجموعه مختلفه من القعدات، قعدات زي اللي موجوده ورايا ديت، حاجه كده زي شبه تندة يعني، وتحتها مجموعه من الكراسي. اما الناحيه ديت فبنتكلم في شماسي وكراسي. لو حابب طبعا تقعد صف اول اكيد محتاج تيجي بدري عن كده.
بعد ما بتنزل وتسيب الشط اتمشى شويه كده جنب الصخور اللي جنب دي، هتلاقي هنا فيو جامد جدا 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 في التصوير. التدرجات بتاعه الصخور دي كلها بنتكلم عن ملايين السنين او عشرات الالاف ايا كان المده. الموج طبعا بينحت في الصخر وعمل المشهد الجميل اللي جنبنا دوت، اللي انت لو وقفت وخدت فيه الصوره الخلفيه، سواء هو الخلفيه بتاعتك او البحر او الاثنين مع بعض، الموضوع بيكون مختلف جدا وهتاخد شويه صور هتدعي عليهم. لما تكمل تمشيه شويه كده لحد اخر الجبل اللي قلنا لكم عليه دوت، بتبدا تلاقي المكان اللي موجود هنا ده اللي فيه مجموعه من القعدات. اكيد في ناس منفذينها لو انت حابب انك تقعد تشرب حاجه وتستمتع بالمنظر الجميل ده. والاهم ان التصوير في المكان هنا بيعتبر رائع جدا، خاصه مع التدرجات الصخريه الجامده اللي ورايا ديت، اللي بتخلي اي صوره او فيديو انت بتتصوره في حته ثانيه حرفيا. شايف في مجموعه من البرك الصغيره كده الناس قاعدين فيها مع نفسهم، بالتالي عاملين حاجه كده مصغره من حمام كليوباترا. الموضوع مختلف يعني وشكله جامد جدا. فكره الميه هي بتخش من كل مكان بالاندفاع بتاعها، اكيد بتعمل مساج بيعتبر جميل جدا. مش قصدي ان انا اعكن عليكم، بس يمكن السنه اللي فاتت في نفس المكان دوت كانت والدتي يعني معايا. دايما بفضل ان انا اللي اروح اصور بنفسي، ما يبقاش معايا حد علشان اقدر ما اضغطش اللي معايا واقعد اصور براحتي اوقات كتير جدا بعيد. التصوير يمكن اللي انتوا بتشوفوه ده بياخد مجهود ضخم جدا، مش بالشكل السلس اللي انتوا بتشوفوه في النهايه دوت. فبعد ما جيت هنا رجعت تاني مخصوص في قلب البلد علشان اجيبها معايا، لان هي دايما بفضل ان هي تكون معايا اغلب الوقت. بس السنه ديت يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، هي توفت خلاص. فمش بقول كده عشان اعكن عليكم، بس عشان حاجه واحده، اي حد يشوفني يدعي لها. مش شرط انك تبذل مجهود انك تكتب حتى كومنت، مجرد انك تدعي لها بس. انا يهمني ان هو يكون من قلبك، وعندي امل ان انا لما اروح واقابلها يعني ان شاء الله يكون معايا جبال من الدعوات. ودايما بقول لكم بكون فرحان وسعيد جدا لما كل شويه بيجي لي اشعار ان حد دعا لها، يمكن اكتر بكتير واهم من اي اشعار او اي حاجه ثانيه ممكن اشوفها على الموبايل في اي حاجه انا مستناها انها تحصل في الحياه. لان الموضوع دلوقتي الى حد ما بقى مختلف شويه. الحاجات الجامده في المكان اللي احنا موجودين فيه دوت هو ان التدرجات الصخريه ديت فيها زي جيوب كده عامله ظل. ففي بعض الناس ممكن يجوا هنا ما بياخدش شمسيه ولا بيكلف نفسه، بيبدا يقعد هنا مع الحاجه بتاعته، وبعد كده بيبدا ينزل البحر ويرجع يقعد في نفس المكان من غير ما يتكلف ثمن الشمسيه. ده بيعتبر اشهر طريق في مطروح وعلى مستوى العالم، ودوت علشان وانت واقف هنا ونازل بالعربيه بتاعتك او حتى لو نازل على رجلك بتشوف منظر البحر والشواطئ الجميله ديت بتاعت منطقه عجيبه اللي اللون فيها ازرق بالمعنى الحرفي للكلمه. شمسك أول ما تطلع هتلاقي التلج ساح من تحت الصفر، بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم، أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا. الشط اللي جاي واللي احتمال هننزل فيه المايه ان شاء الله ونقعد نكمل باقي اليوم فيه، وهو اللاجونه، واحد من الشواطئ الجامده جدا. هناك في مفترض جبل اللون بتاعه ابيض مع لون المايه اللي هو بيعتبر ازرق. بس الفكره الوصول للمكان بيعتبر شبه مغامره شويه. احنا ماشيين في حاجه شبه الادغال كده شويه، بتيجي من جنب فندق كارلوس، بتخش الشارع اللي بعده على طول، اول يمين في اول شمال، بعد كده بتفضل مكمل على طول لحد ما بتلاقي منطقه الصحراء اللي احنا فيها ديت. بعد كده بتلاقي حد واقف هنا بتقطع منه تذاكر، غالبا الفرد تقريبا 15 والعربيه 15، هم شكلهم مثبتين السعر ده هنا لحد ما بنوصل هنا نلاقي المكان اللي بنركن فيه العربيات بتاعتنا. بس خلي بالك في اوقات ما بيكونش ممهد قوي، فالعربيه ممكن تغرز منك زي ما هنشوف دلوقتي. وبعد كده بنخش جوه. حابب ان انت تتصور وتقعد من غير ما تاخد شمسيه براحتك عادي، حابب ان انت تقعد بشمسيه وتنزل الميه برضو نفس الكلام تمام. فخلونا كده ندخل ونشوف ايه النظام. وبرضو اسعار الشمسيات دي انا ما اعرفش احنا هنستخدم شمسيه ولا لا، ولا هنقعد نصور وممكن ننزل الميه شويه. خلونا نشوف اليوم هيمشي معانا ازاي. وصلنا زي ما انتم شايفين في باركنج هنا، دفعنا ثمنه بره 15 جنيه بيعتبر كويس، بس الادمان ده مش عارف اخرته ايه. هنا عندهم موضوع الطحينه مع البلح اللي بيكون غرقان من بره سمسم،
الموضوع بيبقى طعمه جامد جدا. خلونا نضرب البلح دوت وندخل كده جوه، نشوف هنقعد ولا هنعمل ايه، ونصور لكم المكان ونبدا ننزل الميه. شكلها النهارده هاديه وجميله جدا. الشط اللي معانا دلوقتي وهو شاطئ اللاجونه، واحد من اجمل الشواطئ اللي بدا ينتشر او بدا يتعرف اخر سنتين ثلاثه. المكان زي ما انتم شايفين بنتكلم في رمله بيضه جدا لحد الجبل اللي موجود ورايا دوت، وكمان ميه كريستاليه. احنا المفترض اخترنا الشط دوت علشان يبقى دوت الشط اللي احنا هننزل فيه. احنا جينا هنا لسه اشوف لكم اسعار الشماسي والحاجات دي بكام، بس هي الفكره عشان احنا مش بنقعد يعني مده طويله جدا، ما بكملش نص ساعه او ربع ساعه، فيا دوبك بنستكشف المكان بنصوره ليكم وبنستمتع بيه شويه كده، وبننزل الميه ما بنكملش برده ربع ساعه تلت ساعه، بعدها بنبدا نمشي. فالموضوع مش محتاج شمسيه، الشمسيه بتبقى محتاجه انك تبقى قاعد اليوم كله بالكامل. الجميل النهارده ان مفيش موج. يمكن لما صورناه ليكم من سنه كده كان الموج عالي شويه عن الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي، فالميه هاديه جدا ومناسبه لو انت معاك اطفال. والفكره دلوقتي ان هو بقى رسمي شويه، متهيألي فيه منقذين او الناس اللي موجودين هنا اكيد في حد مسؤول عن الشاطئ، مش زي الاول لما كان اي حد بيجي مع نفسه وبيقعد في المكان. فزي ما انتم شايفين بنتكلم عن شاطئ جميل جدا والميه رائعه. خلونا بقى ننزل نجربها وكفايه كلام لحد كده. انت موجود هنا على الشاطئ مش هتلاقي حد يجي يقول لك خد شمسيه او لازم تاخدها. الموضوع هنا عادي جدا، فري، براحتك زي ما انت عايز تقعد زي ما انا قاعد كده براحتك، حابب يبقى عندك وقت اطول عايز تقعد على شمسيه فبتقدر ان انت اللي تنادي عليهم وتطلب منهم الشمسيه. هنحاول نشوف السعر بتاعها قد ايه يعني، بس القعده جامده جدا جدا جدا، وعلى الرغم ان احنا في شهر 7 بس الدنيا مش حر يعني. وانت موجود هنا ورا الشمسيات هتلاقوا الحاجات اللي هي انا ما اعرفش بقى اسمها بانجلوس ولا اسمها ايه، اللي بتكون عباره عن قش مقفوله بالكامل، وفي ستاره كده لو حد حابب يقعد جوه براحته ريلاكس يعني، وينزل الميه ويرجع تاني بحيث يمدد لو معاه ستات او بنات بيبقى براحته يعني. خلوا بالكم على قد ما تقدروا جدا، في حتت كتير جدا بص عليها الاول علشان انك تغرز هنا دي اسهل حاجه ممكن تحصل. في ناس هيساعدوك كل حاجه، بس على ما يساعدوك وتبدا يجي لك عربيه تشدك تاني ولازم تكون دافع رباعي، الموضوع بيعتبر حوار. فخلونا دلوقتي كده احنا ما نزلناش البحر هنا، احتمال نروح نبص على ام الرخم او الأبيض، يعني عايز حاجه برضو درجه اللون بتاعتها اعلى من كده بحيث ان احنا نصورها وننزل نجربها كمان في الحلقه هنا. عشان على الصخور اللي مش ممهده دي كلها علشان نوصل لاجمل مشهد ممكن تشوفوه هنا في مرسى مطروح. احنا موجودين في شاطئ الأبيض، واحد من اجمل الشواطئ اللي يمكن كنا صورناها لكم من 3 سنين بدايه ما بدانا نصور هنا على القناه. اللون زي ما انتم شايفين خيالي خيالي بالدرجه الاولى. الميه هنا مش كريستاليه، هي فعلا عدت مرحله الكريستاليه. التدرجات والالوان زي ما انتم شايفين بتاعه الصخور مع الوقت دوت مع الشمس مع لون الميه، المنظر فعلا خرافي. الصبح لما دخلنا شاطئ عقر الخادم المفترض ان في مجموعه تذاكر قطعناها كده، لما جينا ندخل شاطئ الأبيض اللي هنا طلع نفس التذاكر دي، فما اضطرناش ان ندفع حاجه. فبرضه بنتكلم عن سعر غالبا موحد، بنتكلم في 15 جنيه للشخص، والعربيه لو معاك ب 15 جنيه. ولما بتدخل هنا بيبقى عندك امكانيه ان انت تقعد في اي مكان زي ما انا قاعد كده او زي ما انا موجود هنا والناس اللي حواليا دول قاعدين، ما بتدفعش اي حاجه خالص. لو حابب ان انت تقعد بقى بشمسيه تبدا تسال عليها، تبدا تدفع قيمتها وبتقعد، لكن تقدر تخش لحد الشاطئ من غير ما تدفع اي فلوس. انزل الميه براحتك واقعد واستمتع بالجمال ده كله. ولو جيت هنا هتلاقوا مجموعه من الالسنه الضخمه الجميله اللي هي احنا واقفين عليها دلوقتي ديت، واللي الهدف منها طبعا ان هي تصد حركه الموج او النوات او الحاجات اللي بتحصل، الانشطه المختلفه اللي بتحصل في البحر علشان تقلل تاثير الموج. بتقدروا تيجوا تقفوا عندها هنا تتصوروا صور جامده وفيديوهات جامده جدا. تحس كده من لون الميه ان البحر بيقول لك تعالى انزل دلوقتي حالا، ما تفكرش في اي حاجه خالص، نط بس في الميه.
مستوى النقاوه بتاع الميه فوق الرائع. الميه جميله جدا. اكيد هتحسوا ان الجوده اختلفت شويه والصوت، بس مش مشكله يعني، المحتوى ذات نفسه اهم من الجوده بتاعته. الميه زي ما انتم شايفين جامده جدا جدا جدا. لما رحنا اللاجونه كان في دماغي ان احنا هننزل هناك، بس مش عارف ليه يعني ما تشجعتش مستوى نقاوه الميه النهارده هناك مش قوي يعني. بس في اوقات ثانيه طبعا بيكون الميه انقى بكتير من اليوم اللي احنا كنا فيه النهارده، لكن دايما الأبيض مشهوره او من الاسم بتاعها كمان ده نتيجه الرمله اللي بيكون لونها ابيض جدا اللي بتخلي مستوى النقاوه زي ما انتم شايفين. يمكن الحلقه دي هتبقى كويسه جدا اللي كانوا لسه متفرجين على الحلقه بتاعت راس البر، عشان بس ايه ممكن يعني عينيهم تتنضف شويه. احنا طبعا ما نقصدش حاجه، راس البر مختلفه، قلنا السبب طبعا هناك ليه لون الميه بيبقى كده. هنا طبعا الوضع مختلف، احنا بنتكلم عن شواطئ فعلا بكر حقيقيه مستوى النقاء فيها عالي جدا. الاجمل ان درجه الحراره مش عاليه، يمكن داخل المدينه بتحس شويه ان الدنيا حر، لكن هنا على الشواطئ الدنيا الطف شويه، او حسب كل شخص ما هو متعود يعني. في حد ممكن يستحمل الجو ده وفي حد تاني صعب عليه ان هو يتحمله، بس انا شايف الجو بيعتبر كويس جدا. كمان الميه مش سخنه قوي ومش بارده، على الرغم ان احنا خلاص في شهر 7، بس بتعتبر جميله جدا وممتعه. هنا زي ما انتم شايفين الشماسي اللي ورايا ما بتعتبرش زحمه. في اماكن دايما لما تخش من اي بوابه ما تقعدش في اول شاطئ هيقابلك على طول، يعني دايما الناس بطبيعتها او التوزيع الطبيعي لاي حاجه زي كده اول مكان بيدخلوا عليه بيقعدوا فيه دايما بيروحوا دماغهم. فانت دايما كمل لقدام شويه لو معاك عربيه مأجرها او عربيتك يعني، كمل لقدام شويه لحد ما تلاقي مكان الدنيا يكون فيه اروق شويه. فزي ما انتم شايفين الشماسي بره بتعتبر رايقه، مفيش ناس كتيره. هنا الألسنة اللي جنبنا زي ما ورينا لكم من فوق الشكل بتاعها جامد جدا، ناس كتير جدا بتصطاد، مدين الجو منظر جميل. كمان الالعاب المائيه اللي بتبقى موجوده هنا زي البنانا والقوارب اللي موجوده ورايا ديت والجيت سكي، الكلام ده كله تقدروا تاجروه. لو عرفنا نوصل للسعر بتاعهم دلوقتي هنقول لكم عليه، لان احنا بنحاول على قد ما نقدر نقول لكم كل الاسعار، مش بس تتفرجوا على الحاجه تستمتعوا بيها، لا كمان تستفادوا بيها. لو حبيتوا ان انتوا كمان تكرروا التجربه تبقى عندكم المعلومات الكافيه اللي تخليكم تاخدوا القرار، لان النهارده انت عشان تتحرك من بيتك لو ما عرفتش انت هتصرف قد ايه يبقى صعب ان انت تتحرك في الوقت اللي احنا فيه ده. بالمناسبه الشاليهات اللي بتكون موجوده او الشقق اللي موجوده هنا يعني في المنطقه بيكون السعر بتاعها كويس، بنتكلم في رينج 1000 وكسور 2000 الا حسب المكان اللي هو موجود فيه. لكن هي بس عيبها ان هي ما بتبقاش نشطه بالليل، الناس دايما بتحب وسط البلد اكتر ان هم يكونوا موجودين جنب المحلات والمطاعم والكلام ده كله. ففي هنا سكن لو حد حابب ان هو يجي ويسكن هنا. ويمكن بالمره حابين نفكركم ان موقع مصر 24 عليه قسم العقارات حاليا، فلو انت عندك اي عقار عرضه للايجار سواء للمصريين او حتى للاجانب، لان احنا عندنا طبعا تنوع كبير جدا في العملات والدول اللي احنا بنستهدفها، مش بس مصر لا كمان السعوديه والكويت وقطر والامارات كمان. فتقدروا تخشوا تضيفوا العقار بتاعكم بشكل مجاني بالكامل، ومهما كان العدد مفيش حد اقصى. ايه مستوى الجمال والروعه اللي تحت ده. الميه حرفيا جميله جدا، سواء درجه الحراره سواء النقاوه، الموج حتى كمان الخفيف ده اللي هو مش بيكسر الجسم، اللي انت لما بتنام بالليل تبدا تحلم بيه كانك بيرفعك وبينزلك يعني. الموج بيعتبر معقول، كل حاجه فعلا بيرفكت. ده بالنسبه لي اكتر شاطئ هنا في مطروح انا استمتعت بيه. احنا بنتكلم عن شاطئ بيعتبر خارج المدينه مش قريب، بتحتاج انك تاخد مواصله علشان توصل له، بس الموضوع فعلا يستاهل. حاول زي ما قلنا لكم انك اول ما بتدخل هتلاقوا شاطئ موجود هناك، اغلب الزحمه بتتركز هناك، لكن الروقان وعلشان تستمتع فعلا بالتجربه المكان بيحتاج ان هو يكون رايق شويه. مش ان مفيش ناس خالص، لا يبقى فيه، بس يعني عدد اقل، بالتالي صداع اقل واستمتاع اكتر. كمان اللي بيقدموا خدمات زي الشماسي والكلام ده كله ما بيبقوش يعني شادين قوي في السعر، فبتلاقي دايما في مهاوده زي ما اغلب الناس بتقول، دايما هتلاقي الناس مهاودين يعني شويه، ما بيبقاش في ضغط كبير فانت قاعد مرتاح. التجربه بالكامل بتكون ممتعه. كده يبقى احنا خلصنا مجموعه الشواطئ الخارجيه واللي تعتبر الاهم يعني. فاضل بس معانا مجموعه الشواطئ اللي هي بتكون داخل المدينه زي الهنا والعوام وغيرها من الشواطئ اللي موجوده هناك، ويمكن رومل كمان. شارع اسكندريه بيعتبر الشارع الحيوي هنا اللي كل حاجه هتحتاجها هتلاقيها، من اول البهارات والزيتون وزيت الزيتون، الحاجات اللي اغلب الناس بياخدوها لنفسهم او هدايا لقرايبهم يعني وهم ماشيين من هنا.
المطاعم لو عايز تاكل حاجه، تتغدى، تتعشى، تفطر كمان زي مطاعم الفطار زي ما بنعمل كده دايما. ومحلات الكشري زي ما انتم شايفين جنبنا، اللي بالمناسبه يعني هيبقى الاكله بتاعتنا اللي احنا رايحين ناكلها دلوقتي اللي جبناها خلاص. فكل حاجه هتحتاجها هتلاقيها في شارع اسكندريه. هو مش شارع واحد، هو مجموعه شوارع ثانيه فرعيه منقسمه منه، سوق خضار، حاجات كتير جدا. يعني اي مستلزمات او اي حاجه انت حرفيا هتحتاجها هتلاقيها موجوده هنا. جبنا النهارده كده، يعني النهارده غالبا تقدروا تقولوا كده اليوم الاقتصادي في الاكل. جبنا اكلتين، جبنا حواوشي وكشري، يعني من اشهر مكانين بيعملوا الكلام ده هنا. الحواوشي من مفتاح السيد، كنا جربناه من كام سنه كده، بس كنا ساعتها مجربينه وش بيتزا. اما النهارده فجبنا العادي لان التاني فاضل عليه ساعه يكون الدنيا ظلمت خلاص وفي حاجات تانية عايزين نعملها. وجبنا كشري يعني كاكله اقتصاديه تانية من الاكلات اللي انت لو حبيت في يوم ان انت ما تفتحهاش قوي تقدر ان انت تجيبها. مفيش حاجه كده كده رخيصه دلوقتي، بس يعني بنتكلم برضو ان هم ستيل اكلات اقتصاديه. خلونا ندور كده على مكان نروح فيه علشان نقعد وناكل ونشوف الاكل عامل ازاي. خلونا كده نبدا بالكشري. ما لقيناش مكان نقعد فيه على البحر، كان نفسي نعمل التجربه دي، بس الكلام ده احنا لما بنيجي في شهر 6 بتكون الدنيا اروق من دلوقتي، فما عندناش غير ان احنا نقعد ناكل هنا ونجرب معاكم الاكل. دي علبه الكشري اللي بيكون موجود عند المحل اللي هو اسمه الخديوي، اللي موجود برده في منطقه شارع اسكندريه. بنتكلم تقريبا في علبه الحجم بتاعها بيعتبر كويس جدا، السعر بتاعها 40 جنيه. في علب ثانيه بدايه من 20 او 25 على ما اتذكر، و30 و35، بس الحجم بتاع دي كويس. ممكن تدفع 20 جنيه وتاخد اضافه الكبده اللي هي قدامكم ديت. المفترض طبعا انت بتحدد عايز الصلصه عليها ولا بره. الافضل بتكون بره طبعا عشان ما يعجنش على ما تيجي تاكله. فادي الصلصه، خلونا نحطها كده جزء منها على الكبده. الكشري من غير دقه اكيد ما ينفعش. كمان علشان نفخم على علبه الكشري دي ممكن تجيب من عندهم يعني التقليه الزياده ديت اللي بيكون السعر بتاعها تقريبا 10 جنيه. التقليه من الحاجات اللي بترفع يعني الجوده والطعم بتاع علبه الكشري في حته ثانيه. وغالبا عندهم الشطه كده، انا اول مره اشوف اللون الغريب ده مديه على الدقه، عشان كده ما كنتش لاقيها بسهوله. انا احط شويه الشطه كده ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونضرب ونجرب وندوق. جامد جامد جدا، جامد بالنسبه للسعر بتاعه، وبالنسبه طبعا احنا في منطقه مصيفيه. اغلب المناطق المصيفيه صعب ان انت تلاقي فيها مطاعم تقدم اكل بجوده كويسه، بس يمكن ده يعتبر افضلهم واشهرهم في مجال الكشري. يعني الاكله الاقتصاديه اللي معانا النهارده وهي الحواوشي. مفتاح السيد بيعتبر واحد من اقدم مطاعم اللي بتعمل الحواوشي. يعني المفترض ان هو محل جزاره عادي، اي محل جزاره في مصر اكيد بيعمل نشاط جانبي وهو الحواوشي. بس الفتره الاخيره ملاحظ ان هو يعني توسع ودخل شاورما، طواجن لحوم، يعني بقى مطعم متكامل. ده شكل الرغيف. المفترض ان هو بيقطعه 2 حسب ما انت عايز، تقطعه 4 زي ما انت عايز. ده النص بتاعه، بنتكلم يعني في حجم الرغيف بيعتبر مش قليل. ده النص التاني بتاعه، فالسعر بتاعه 55. عندهم حواوشي تاني بيكون وش بيتزا، المفترض ان احنا جربناه لكم من فتره، من سنتين تقريبا او 3 سنين مش متذكر. بيبقى طبعا اكبر من كده وفي موتزاريلا طبقه كويسه جدا، بس قال لك فاضل عليه ساعه فكان محتاجين ان احنا ناخده بدري، فاخدنا من ده لان ده انت تاخده مجرد ما بتبقى واقف بسهوله. خلونا نجرب كده ونشوف طعمه. يمكن انا شخصيا بفضل الحواوشي بتاعنا بتاع القاهره عادي، مش بتاع السواحل اللي بيكون معمول بالعيش اللي هو بيبقى في طبقه زياده شويه. بس اوقات كتير يعني ده بيكون بديل تاني مختلف، لان احنا بنتكلم عن العجينه لسه ما استوتش، فبتاخد وتدي مع اللحمه، فبتلاقي ان الدهون يعني ساهمت في التسويه بتاعت العيش. بقى هما الاثنين جزء واحد من البدايه، مش جزء فيهم كان مستوي قبل التاني. بفضل التاني المصري او القاهري بتاعنا، بس ده برضو بيعتبر جامد. وبالنسبه للسعر 55 جنيه بيعتبر كويس جدا. هو غالبا يعني انا شايفه داخل خارج من جوه، شايفهم الشباب خارجين من جوه يعني بيفرموا اللحمه، مش عارف قدام الناس ولا في منطقه داخليه، بس يعني بيفرموا اللحمه المفترض اللي هي بتبقى عندهم. كده بيبقى فيه اضافات تانية وكده يعني بتتحط على الحواوشي زي الخضروات والبصل والكلام ده كله، بس يعني ستيل كويس على السعر ده. اقعد على الكرسي، لازم حد يقعد على الكرسي. علشان تجارب الاكل تكمل معانا فاكيد محتاجين نحلي، وطالما تحليه يبقى اشهر حد اكيد بلبن. فخلونا كده نجرب حاجه من المنتجات الجديده اللي هم بيقدموها الفتره الاخيره. المفترض ان في حلقه ثانيه معرفش هي قبل دي ولا بعد دي اللي بتاعت الشيخ زايد جربنا اختراع ثاني عند بلبن، غالبا الحاجه اللي هي تقليد سنيكرز. اما النهارده فجبنا حاجه اسمها المتكندره، والمفترض طبعا ان هي التقليد بتاعت كندر او شوكولاته كندر. يعني هم عاملين حاجات كده الحجم بتاعها بيعتبر كبير، يعني كأن الثانيه مصغر والحاجه التقليد دي هي دي الحجم الضخم منها. يعني ده الشكل بتاعها من الداخل.
هي سعرها اعلى من الثانيه كان غالبا 110، دي بنتكلم تقريبا في سعر 150 مع صوص بيتحط عليها. ده المفترض الصوص اللي بيبقى جاي معاها، فبيحطوه كده ندوقها، بس انا معرفش هي طعمها ايه او هي عباره عن ايه. خلونا كده ندوقها. حاسس كده يعني ايس كريم وحاجات تانية مختلفه، واكيد الشوكولاته التقليدي يعني هي غالبا جامده وجامده جدا كمان. ما عنديش فكره دايره السعرات اللي دخلنا فيها دي هتخلص امتى، بس هي للاسف جامده وجامده جدا. فالنصيحه ما تحاولش تكتر من الحاجات دي او تعيش عليها، ان بشوف شباب كتير صغيره ما بيبقوش فاهمين، كل يوم بيطلع مع اصحابه ياكلوا الحاجات اللي زي دي. هي طبعا مضره يعني، ممكن تاكلها على فترات متباعده كل كام اسبوع، ويفضل كل كام شهر كمان. سعرها 150 زي ما قلنا لكم، والطعم بتاعها بيعتبر جامد جدا. ده بيعتبر اجمل واحلى توقيت تنزل فيه البحر، لو انت عايز تتمشى على البحر او تتمشى على الكورنيش اللي احنا موجودين عليه دوت، او لو انت محتاج انك تنزل الميه. دلوقتي بيبقى في مستوى كده عالي من الخصوصيه، اي شمسيه تبقى قاعد عليها بينك وما بين الشمسيه اللي بعدك مش اقل من 30 40 شمسيه. الميه بتبقى نظيفه جدا، والمكان بيبقى هادي، ما بيبقاش فيه اصوات كتير يعني، بتبقى بعض الاصوات القليله. اللي حابب ان يستمتع بس بصوت البحر من غير اي دوشه، هيبقى الوقت دوت بيعتبر مثالي ليه. احنا حاليا موجودين في مجموعه الشواطئ اللي داخل المدينه، واللي طبعا اكتر حاجه بتميزها هي القرب. لو انت ساكن هنا في اي مكان داخل مدينه مطروح ذات نفسها، خطوات قليله ماشيه على رجلك بتكون خلاص وصلت هنا عند الشاطئ. بالتالي ما بتحتاجش مواصلات ولا انك تتفق مع عربيه ولا اي حاجه من الحاجات دي. كمان لو حبيت انك تنزل الصبح بدري تاخد الفطار بتاعك من المطاعم المختلفه اللي هي بتبقى موجوده في قلب المدينه جوه، دقايق قليله هتبقى موجود هنا على الشط، بتفطر وبتبدا اليوم بتاعك. لو موجود هنا في مطروح ومحتاج انك تشتري اي طلبات، السوبر ماركت اللي احنا موجودين فيه دوت فتح الله او جمله ماركت، انا مش متذكر الاسم، هنبقى نشوفه من بره يعني. موجود فيه كل حاجه، الجوده بتاعتها عاليه جدا، الاسعار بتعتبر كويسه، من اول الخضروات لحد اللحوم والجبن، اللحوم الفريش حتى او المجمده كمان. اي حاجه هتحتاجها من حاجات البحر زي اللي موجوده حواليا ديت، اللي هي طبعا الحاجات اللي بتبقى ضد الشمس والكلام ده كله، السان بلوك والقصص دي كلها، حتى حاجات المطبخ، الادوات اللي ممكن تحتاجها، شوايات، فحم، كل حاجه ممكن تحتاجها حرفيا هتلاقوها هنا، والاسعار بتاعتها زي القاهره بالظبط، مفيش فرق. المكان اللي احنا موجودين فيه قرب مسجد العوام، مجموعه الشواطئ اللي ظهرت هنا بعد التطويرات الاخيره، التطويرات اللي هي كانت يعني باختصار الجزر اللي في قلب الميه دي اللي اتبنى عليها مباني زجاجيه كده، المفترض انها تتعمل كافيهات ومطاعم، بس لحد دلوقتي لسه ما اشتغلتش. اعتقد في وقت من الاوقات يعني اكيد هتشتغل، لان مطروح عليها حركه كبيره جدا سواء من المصريين او الاجانب اللي بداوا يجوا الفتره الاخيره. كمان طبعا هنا في مجموعه من الشواطئ زي ما قلنا لكم، واللي بيميزها ان هي بتكون قريبه جدا من قلب المدينه ومن قلب كل الخدمات. امبارح كنا بنتكلم معاكم ان الطعميه السخنه هنا محتاجه حاجه كده من كلاسيكيات الطعميه، وهي بينو سخن جدا وبسمسم، وحته بسمسم دي حط تحتها 100 خط، وطعميه يعني الحجم الصغير ده بيطلع مقرمش جدا جدا جدا. اعتقد كفايه كده يعني، وطالما موجودين في مطروح بلد الزيتون وزيت الزيتون زي ما قلنا لكم، فطار يعني طعميه فينو زيتون، جربوا الفطار ده بس، ما تجيبش فوق، ما تجيبش حاجه ثانيه، جرب الحاجات اللي بقولك عليها دي بس، هتديلي تجربه مليانه سعرات بس جامده جدا جدا جدا. دي بتعتبر اول مره الحلقات بتاعت مطروح يكون فيها الفقره ديت، وهي فقره مهمه جدا، فقره اسعار المواصلات، لان كتير جدا من الناس اكيد بيهتموا ويبقوا عارفين المواصلات اللي هيركبها علشان يروح المصيف هتكلفه قد ايه. الشركه الاولى معانا النهارده وهي شركه غرب الدلتا، واحده طبعا من اشهر واقدم الشركات في موضوع الانتقالات ده. اغلب الاسعار هتلاقوها هتنزل قدامكم على الشاشه، تقدروا توقفوها علشان تشوفوا السعر اللي انتم عايزينه، بس يعني يمكن اللي يهم الغالبيه العظمى من الناس من هنا للقاهره قد ايه، فالتكلفه 360 جنيه. خلونا نشوف باقي الشركات. الشركات اللي بتكون حاطه الاسعار دي بتبقى مريحه دماغها، الشركه هنا حاطه مواعيد بس تقدروا تعرفوها، بس يعني يمكن بشكل عام اسكندريه التذكره بتاعتها ب 205، اما القاهره فبرضه نفس الكلام ب 360 جنيه.
اللي ورانا ديت شركه جو باص، والمميز عندهم ان هم عندهم عربيات هاي اس التكلفه بتاعت الفرد فيها بتكون ب 560 جنيه بس. يمكن الهاي اس بيكون مطلوب اكتر في دهب والرحلات اللي هي البعيده اللي زي كده. الاتوبيس برضه نفس الكلام 360، هم غالبا كمنافسه مثبتين نفس السعر. اما اسكندريه فتقريبا بنتكلم في 220 او 260، مش متذكر، الذاكره ما بقتش قويه زي الاول يعني، بس تقريبا 200 وكسور يعني. خلصنا معاكم الحلقه بتاعت مطروح، واللي لو حسب ترتيب التصوير المفترض ان هي نزلت خلاص تقدروا حاليا ان انتوا تشوفوها. وحاليا احنا رايحين للعلمين الجديده، المفترض ان شاء الله هنغطي لكم حلقه من هناك ازاي تقضي يوم هناك بالكامل، تصيف، تعمل ايه، كمان نشوف اخر التطورات اللي حصلت في المدينه الجديده. خلونا بس دلوقتي كده نشرب حاجه نفوق بيها، وبعد كده نكمل طريقنا للعلمين الجديده. المفترض خلاص قدامنا يعني نص ساعه ونبقى هناك باذن الله. خلونا نضرب القهوه ديت بقى، لان احنا لسه قدامنا تقريبا يوم طويل جدا يعني. فكره ان احنا نغطي مدينه كلها بالكامل في يوم واحد الموضوع يعني شبه مستحيل، بس هنحاول ربنا يعيننا باذن الله وتكون حلقه قويه جدا كالعاده، وزي ما تعودتم معانا باذن الله. هنحاول في الحلقه ديت ان احنا نغطي الجزء الجنوبي شويه. يمكن اغلب الوقت كنا بنهتم بالاجزاء بتاعه الشواطئ والكلام ده، بس الوضع المره دي هيكون مختلف. كمان احتمال نزور المتحف العسكري اللي له علاقه طبعا بالحرب العالميه الثانيه، فاستنونا لان هي الحلقه باذن الله هتكون مميزه جدا، وكالعاده مش هتلاقوها في اي مكان تاني. وحاجه اخيره كمان، لو حد طبعا مهتم بالعقارات وحابب ان هو يعرف اسعار العقارات اللي موجوده في مدينه العلمين الجديده، واللي المفترض ان احنا النهارده ان شاء الله هنوريكم الابراج الشاطئيه بتكون عامله ازاي والاسعار فيها ايه، تقدروا تلاقوا الكلام ده كله على قسم العقارات اللي موجود على موقع مصر 24. وكمان لو انت عندك اي عقار سواء للبيع او للايجار تقدر تضيفه حاليا على الموقع بمنتهى السهوله. كمان لو حد مهتم باي حاجه يشتريها هنا في العلمين الجديده او اي مكان في مصر او السعوديه او الامارات او قطر، يقدر يدخل على موقع مصر 24 eg24.com، تقدر تدور على اي عقار او تضيفه سواء للبيع او للايجار.